هنعرض مع بعض الصور، فرق شاسع بين قبل ما يحقن الفيلر وبعد ما حقن الفيلر، ونبتدي نشوف التغيرات اللي موجودة. يعني مثلا في الصورة اللي قدامنا دي المريض فيه مشكلة ان فيه هالات سوداء تحت العين. طبعا في اسباب كتيرة وفي طرق كتيرة للعلاج، لكن حقن الفيلر بيقدم لنا طريقة جميلة وسهلة. نبتدي نملى التجويف اللي تحت العين ده باستخدام الفيلر بكمية مناسبة. ولازم تخلي بالك ان المنطقة دي بتبقى غنية بالأوعية الدموية، فلازم نحقنها بطريقة سهلة وسلسة علشان نقدر نجيب النتيجة بتاعتنا بدون ما تحصل كدمات وبدون ما تحصل اي مشاكل في المنطقة دي. برضو الصور اللي بعد كده اللي هنعرضها مع بعض هتوضح لنا ده طبعا حقن الفيلر تحت العين. الجزء العلوي في ده قبل الحقن، والجزء اللي بعديه يا ريت لو نرفع الصورة شوية عشان نوري النتيجة بعد الحقن بتبقى عاملة ازاي. ده فرق واضح جدا استخدام الهالات السوداء الفيلر في علاج الهالات السوداء، والنتيجة بتكون حلوة جدا وجميلة زي ما احنا شايفين مع بعض. الصورة اللي بعديها هتلاقي فيه برضو فرق شاسع قبل ما نحقن الفيلر وبعد ما نحقن. زي ما